السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. النهاردة بإذن الله هناخد درس جديد من دروس مادة المنطق بعنوان إسهامات المنطق في تصميم وبناء العديد من لغات البرمجة. في البداية لازم نفرق بين نوعين من المنطق. عندنا في منطق اسمه غير رتيب، ومنطق التاني المنطق المرن أو متعدد القيم. لو احنا جينا ناخد الأول المنطق غير الرتيب، هنلاقي إن اعتاد البعض النظر للمنطق على إنه قاطع ورتيب، يعني بينتقل من مقدمات معينة لنتيجة بتلزم عن هذه المقدمات، عشان كده سميناه تفكير رتيب. لكن في لون آخر وشكل آخر من التفكير المنطقي اسمه التفكير الغير رتيب، وده بنتمكن من خلاله من استنتاج بعض النتائج دون الحاجة إلى امتلاك معارف كاملة، ودوت اللي بتطلب برامج الذكاء الاصطناعي وسائل وأساليب للقفز للنتائج مع عدم توافر أدلة كافية. مثال على كده زي خاصية النص التنبؤي في محركات البحث جوجل، اللي هي بتتنبئ بالكلمة قبل كتابتها. تاني نوع عندنا اللي هو المنطق المرن أو بنسميه متعدد القيم. بيدعي أصحاب اللون دوت من المنطق قدرته على تمثيل المعاني الغامضة في جمل اللغة الطبيعية والتعبير عنها بالرموز. بدأت علاقة المنطق المرن بالذكاء الاصطناعي عندما وجد علماء الحاسوب والذكاء الاصطناعي إن المنطق ثنائي القيم، واللي بيحتمل قيمتين صادق وكاذب فقط، لم تعد كافيتان للتعامل مع القضايا اللي بتشمل على درجات متفاوتة من الحكم. عشان كده اتجهوا للمنطق المرن اللي هو متعدد القيم. مثال على كده زي التشخيص الطبي، في السابق كان بيستخدم قيمتين فقط، إما وجود المرض أو عدم وجوده، أما الآن أصبح بيحدد بدقة نسبة وجود المرض بالأرقام.